موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. بعد أداء قوي وممتع على استاد القاهرة الدولي، الزمالك قدر يحقق فوز مستحق على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، وده يأكد إنه راجع ينافس على البطولات من جديد. من أول دقيقة الزمالك دخل الماتش مركز وضغط بكل خطوطه، وفعلا قدر يترجم تفوقه بسرعة لما سجل ناصر ماهر الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة سحرية من عبد الله السعيد حطته وجها لوجه مع الحارس وسددها بثقة جوه الشباك. وفي الشوط الثاني الزمالك ما اكتفاش بالهدف وواصل ضغطه لحد ما رجع ناصر ماهر تاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعد جملة فنية جميلة شارك فيها عمر جابر وسيف الجزيري، والنتيجة بقت 2-0. ومع الدقيقة 61 ظهر البديل الدباغ وأضاف الهدف الثالث بعد ما تابع كرة مرتدة من الحارس وسددها بقوة جوه المرمى عشان يحسم الزمالك اللقاء عمليا ويقدم واحدة من أحلى مبارياته الموسم ده. وبالفوز ده وصل الزمالك للنقطة 22 وفي المركز الثالث في الدوري ورا الأهلي اللي في المركز الثاني ب 23 نقطة وسيراميكا كليوباترا المتصدر ب 26 نقطة عشان يدخل في منافسة شرسة مع الفريقين على صدارة الدوري. أما دلوقتي فكل التركيز على نصف نهائي كأس السوبر المصري لما الزمالك هيدخل في مواجهة قوية جدا ضد بيراميدز. كل مستني يشوف هل الأبيض هيكمل صحوته ويمشي بخطى ثابتة ناحية اللقب الغايب، خصوصا بعد ما خسر النسخة اللي فاتت قدام الأهلي بركلات الترجيح. أما عن موعد المباراة فالمباراة يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. طبعا هيكون ماتش من نار من العيار الثقيل، والزمالك داخلها بشعار السوبر المصري مكانه القلعة البيضاء. كده وصلنا للنهاية. لو انت مهتم باخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.